قريت خبر من شوية كده، مش عارف اذا كان الخبر ده حقيقي ولا لأ. اتمنى ان هو ما يكونش حقيقي يعني. وحاولت انا اجمع كل الادلة سواء تثبت اذا كان صحيح او غير صحيح. الخبر ده بيقول ان تم استشهاد 60 جندي مصري. ومش معروف فين ولا ازاي ولا امتى. يعني الكلام ده المفروض ان الميعاد يا امبارح يا اول. لكن فين المكان بالظبط محدش عارف. الطريقة اللي ماتوا بيها محدش عارف. من ضمنهم يعني 60 جندي، ومن ضمنهم رائد طيار أنطونيوس عبد الله حبيب. أنطونيوس عبد الله حبيب. وبيقولوا إن الجثامين راحت لمستشفى كوبري القبة. كوبري القبة العسكري، وتم تسليمهم للأهالي مع تأكيد إن محدش يشوف الجثامين ديت. آه، ويدفنوهم بسرعة جدا. طبعا أتمنى إن ده ما يكونش حقيقي، أتمنى إن يكون الخبر ده فيك مش حقيقي. ولكن بعض الصور اللي بتتعرض عليكم دلوقتي ديت من الخبر، اذا كان ده صحيح ولا لا. طبعا يقال ان هوريكم الصورة ديت، يقال ان انطونيوس اهله كانوا رافعين وكده. ولكن جبنا السكرينات ديت وبحثت تاني ما لقيتهمش، مش عارف بقى اتمسح ولا ايه. والفيديو اللي هعرضه في الاخر ده برضو يقال ان هو لاحد الشهداء. وبعض الصور زي ما انتم شايفين كده، فده حقيقي ولا لا انا مش عارف بصراحة. واتمنى ان يكون ده مش حقيقي يعني. بس